السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من عند الفراخ الساسو يا جماعة، اللهم بارك يا رب. النهاردة اليوم 23، وصفاتنا كلها طبيعية ومن البيت، ما بنجيبش ادوية خالص. الناس اللي بتقعد تقول لي بلاش قرف، ده تربيه الفراخ مقرفه، ايه اللي بلاش علاج؟ والله ما بجيب علاج، والله ما بجيب علاج الا اذا حاجه تعبت وعيت معايا. والله الفراخ دي ما اخدوا علاج خالص الا اللي هو محلول معالجه الجفاف، لو انتوا بتسموه ادويه اول يوم، وكله طبيعي، ما فيش حاجه اسمها ادويه خالص، وكلها حاجات من البيت كمان بالاعشاب وبالخلطات الطبيعيه. وما شاء الله شايفين قدامكم الفراخ يا عمر 23 يوم، ما شاء الله كلهم حيويه، كلهم نشاط، مناعتهم حلوه، مفيش امراض، مفيش اسهال، مفيش برد، كل حاجه الحمد لله رب العالمين ماشيه تمام، مع طبعا تثبيت التهويه والتدفئه. اللمبه ما بتطفاش يا جماعه لا ليل ولا نهار، اللمبه الصفراء، ويمكن بالليل بزود واحده كمان علشان خاطر تبقوا واخدين بالكم، عشان الناس اللي بتقعد تسال وتقول لازم اقيد لهم اللمبه، لازم اقيد لهم اللمبه. الجو برد بالليل يا جماعه، الجو برد بالليل، فخدوا بالكم علشان الفراخ ما تتعبش منكم. يعني حاولي تقيدوا لها حتى لو لمبه واحده، وتقفلي التهويه على قد ما تقدري. هو كده كده انتوا شايفين الفراخ اهي سايبه لهم المكان مفتوح خالص اهوت، بس بعيد تهويه تاني، بعيد لندا بالليل. هي اصلا الاوضه ذات نفسها التهويه بتاعتها مقفوله بقدر الامكان، مش سايبينها لحاجات بسيطه خالص. حتى التهويه ما بتجيلهم عن طريق غير مباشر، يعني ما باجيش قبل الشباك واحط الفراخ، افتح الشباك الهواء يخش على الفراخ يضيعها لي. من الاخر خلي دايما الفراخ عكس تيار الهواء، ما يبقاش مباشره بالنسبه لهم، او مثلا اي فتحه تهويه تبقى بعيد عنهم، ما تبقاش قبلهم بالظبط او بتطص عليهم على طول. مع بالبلدي كده بتطص عليهم، تبقي تفتحي الشباك تلاقيه بيطص هواء على الفراخ على طول. لا، افتحي الشباك وافتحي التهويه وكل حاجه وظبطي كل حاجه، وخلي المكان مفتوح على قد ما تقدري بقى في العمر دوت، وكل ما بيكبروا. بس برضو اللمبه الصفراء وخصوصا بالليل يا جماعه ما تنسوهاش. النهارده بقى هنرفع المناعه بطريقه صحيحه، وهنرفع الوزن، الاثنين مع بعض. هقول لك على 3 مكونات، افضل 3 مكونات لرفع المناعه واحسن من المضاد الحيوي 100 مره، وكمان على 3 مكونات بيزودوا الوزن معايا بطريقه سهله جدا، ومش مكلفين ولا اي حاجه خالص، وكمان مضاد سموم قوي جدا. يعني المكونات اللي هنحطها دي فيها مضاد سموم قوي جدا، ما بتستخدميش مضادات السموم. احنا لسه يومين ونغير العلف، طبعا المفروض ننزل بمضاد سموم، انا ما بنزلش بمضاد سموم، بستخدم حاجات طبيعيه علشان خاطر نبقى مع بعض واحده واحده. عاوزه تشتغلي بالطبيعي وتشتغلي بحاجات بسيطه، اهلا وسهلا، تابعيني. مش لازم تقولي بلاش فش، مفيش حاجه اسمها من غير ادويه. انا بحلف بالله وانت مش غصباني، ولا انا مغصوبه ان انا احلف لكم بالله. انا عندي والله اللي يشاهد يشاهد، واللي ما يشاهدش ما يشاهدش، ما تفرق معايا موضوع المشاهده وان انا بلم مشاهدات وكلام من ده. اقسم بالله انا ما بستخدم ادويه خالص الا في الحالات الحرجه جدا جدا جدا، لما يجي لي تعب جامد ما اقدرش اسيطر عليه. لكن لما بمشي بالادويه صح، وبمشي معاهم صح من الاول، وببقى محصناهم واخده بالي من كل حاجه، عطيهم سقوه الكوكسيدي، مفيش اسهالات، دايما رافعه مناعتهم، انسي اي تعب يحصل للفراخ. وطبعا الفراخ دي نوعها صفرا يا جماعه، ما شاء الله اوزانها هتبقى حلوه قوي قوي على 70 يوم. يلا حط لايك بايديك الحلوه، واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل، وتعالي نحضر خلطتنا اللي من البيت. معانا العلف اهي يا جماعه، البادي تركيز 23، شايفين في الماده بنكتر الكميه للفراخ. الفراخ ما شاء الله عادت بتاكل وبتستهلك كتير جدا في العلف. دولت ل 30 فرخ، يعني الخلطه اللي انا عاملها دي ل 30 فرخ، ل 40 فرخ، ل 20 فرخ، تمشي لكل الحالات. يعني ما زادوا 10 قالوا 10 مش هتفرق. ده اكتر من كيلو عليه طبعا، تركيز 23، بنأكل من اول يوم 23 يا جماعه، ما غيرتش خالص. دول 3 مكونات اهم مع بعض، توم، ليمون، بصل. اقوى 3 مكونات يرفعوا المناعه ويفتحوا الشهيه ويعالجوا البرد ومضاد حيوي طبيعي
التوم والبصل والليمون. بناخد ليمونه بقشرها مع بصلايه مع كام فص توم وفرمهم خشن اهو. طبعا انا لسه لي يومين وهغير العلف، فانا عاوزه اعودهم على الحاجه الخشن، ففرمتهم لهم خشن اهوت علشان خاطر يبتدوا يتعودوا على الخشن. طبعا شايفين هم هيتجننوا بقى الوقت. شموا ريحه البصل الجعش، الله يهديك. هننزل باول مكون بقى على الخلطه دي، معلقه خميره فوري، معلقه صغيره. الباكت ده بقسمه على مرتين يا جماعه. ونصيحه، ما تحطيش خميره للفراخ الا بعد ال 15 يوم. اول اسبوعين بلاش تستخدمي الخميره، لان هي ممكن تعمل اسهال، ونستخدمتيها استخدميها بنسبه اقل، ما تستخدمهاش بكميه كبيره ولا حاجه. واحسن حاجه الخميره الفوريه هي اللي موجوده يعني وسهله. احنا بندور على البيطريه، اللي هي البيطريه بيبقى ما بنلاقيهاش، وبندور على البيره ما بنلاقيهاش الا في الفران. فخليكي في الفوريه، هي اللي موجوده ومتوفره. معلقه صغيره، انا عايزاكي تحطي معلقه شاي بس خميره. هنحط بقى ده بقى كتري منه، معلقه حلوه كبيره اهي، حلبه حصى برضو خشنه. زي ما قلت لكم انا عايزه اعودهم ياكلوا الحاجات الخشنه، وهم يشموا ريحه البصل هيتجننوا. طبعا ما ننساش معلقه الخل، معلقه صغيره ما تكتريش عشان ما تهريش كبد الفراخ. بس حطي، خلي لو يومين في الاسبوع او 3 حلو برضه، علشان خاطر السموم يا جماعه، وكمان حلو جدا للفراخ. لو استخدمت الخل مش هتستخدمه مضاد سموم خالص. هنقلب بقى كل الجمال ده كله مع بعض، بس ربنا يهديهم بس على ما اقلب. نقلب كله مع بعضه بقى، حلبتنا مع العسل مع الخميره اهو، مع العلفه بتاعتنا مع بعض. شايفين البصل خشن خالص اهو. انا عايزه اعودهم ياكلوا حاجات خشنه بقى. حطيت الحلبة حصى، حبيت الحلبة عادي، هم ياكلوها عادي، بياكلوها من زمان، بس البصل خشن خالص عشان كمان يومين هغير العلف يا جماعه على عمر 25 يوم. فمش يعني يكونوا اتعودوا خالص كده على الاكل الخشن، يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي. هم ما شاء الله لو حبيت اغير الوقت اغير، بس هو اليوم ال 25 افضل ميعاد تغيري فيه طالما الوزن معاكي ماشي كويس. لو الوزن ضعيف خليه 27 28. الوزن معاكي وصلنا نص كيلو، عدينا نص كيلو، غيري وقلبي جمد على طول. كده خلصنا الخلطه بتاعتنا اهي، ما شاء الله الريحه بتاعتها اصلا هيتجننوا من ساعه ما بيشموا ريحه البصل يا جماعه، هيتجننوا عليه. عايزه اقول لك الفراخ اول ما بتشم ريحه البصل والله بتتجنن، والله بتتجنن على العلف. ودلوقتي بتنقر حته البصله وعاوزه تاخدها وتجري قبل ما غيرها يخطفها منها. شايفين اهي حته البصله في بقها اكنها فاكهه، تاخدها وتجري. فيا ريت من هنا وجاي نتوصى بالبصل. ما تقوليش البصل كان يماني، والله العظيم هي بصله بتغنيك عن شراء الادويه خالص. بصلايه واحده بتغنيك عن شراء الادويه، واقوى مضادات سموم ممكن تحطيها للفراخ بتاعتك الحلبه والخل. الاثنين دول يا جماعه احسن من المضادات السموم اللي بتشترى 100,000 مره. وكمان الحلبه من الحاجات اللي بتنشط الكبد، وكمان بتقضي على اي بكتيريا، اي مشاكل في الامعاء بتاعتهم، وبتنشط الهضم وبترفع الوزن. طبعا مع الخميره، بتعرفوا ان الخميره يا جماعه مع العسل من اقوى الحاجات اللي بتزود الوزن. عملتي خلطه بسيطه اقتصاديه، رفعت الوزن ورفعت المناعه. يبقى انت عايزه ايه اكتر من كده؟ اما تربي الفراخ وترفعي الوزن وترفعي المناعه، يبقى انت كده مش لازمه حاجه خالص للفراخ اكتر من تحط لهم العلف وبس. مناعه الفرخ كويس، بيستقبل العلف منك، بيتحوله سريع. الفراخ ما شاء الله وصلت نص كيلو اهي يا جماعه. المفروض الوزن السليم على اليوم ال20 وال21 400 جرام. انا عندي الفراخ ما شاء الله النهارده اليوم ال23 نص كيلو من بدري، وعاوزه تغيري يعني على نص كيلو النهارده اليوم ال23 غيري. بس انا هغير يوم 25 علشان ابقى مظبطه الدنيا مع الفراخ.
لان انا جايبه لهم مش شكاره اخر شكاره، فانا هخلصها لهم وابتدي ان شاء الله اعمل لهم الفيديو بتاع، اعمل لكم الفيديو بتاع تغيير العلف، ازاي تغيري العلف بطريقه صحيحه. الفراخ تفضل تاكل معاك وتسحب معاك في العلف، ما توقفش خالص. المشكله اللي بتقابل الناس بتاعه تغيير العلف ان الفرخ ممكن يبطل اكل، ان ممكن الفرخ نسبه السموم تبقى عاليه في العلف، ممكن تدمر الفراخ معاك. ما شاء الله ما شاء الله فراخنا يا جماعه اللهم بارك على العمر دوت، اوزانها حلوه قوي قوي. 30 فرخ الحمد لله رب العالمين، هم 30 فرخ. لا المفروض ان في نفق 5%، الحمد لله هذا فضل من عند ربي، مفيش الحمد لله. وربنا يجعل فيهم العوض طبعا عن الفراخ البيضاء الاخرانيه واللي حصل لها. انا بالنسبه لي والله من احب انواع الفراخ في الاكل الساسو. الساسو بجد يعني بتبقى بالنسبه لي احلى من اي نوع تاني. ليه؟ طعم ووزن الاتنين مع بعض. الساسو ديت اللي بتمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا، طعم حلو ووزن حلو، يبقى انت مش عايزه حاجه اكتر من كده. لكن في انتاج البيض ما انصحش بيه. في ناس بتقول لك الفراخ الساسو بتبيض، بتبيض، انا ما بقولش ما بتبيضش، الفراخ الساسو بتبيض يا جماعه وكل حاجه، بس هتفرحك اول شهر بس، اول شهر بس، وبعد كده يبقى قابليني لو شفت منها بيض، لان انا ربيتها. انا دايما بحب اجرب كل حاجه كده، انا ربيتهم بجد. في البيض مش قد كده، عاوزه تربي للبيض. انت عندك البلد الهجين والبلد المشعر، وعندك الفيومي في نوع من الفيومي بيبيض، ونوع لحم برضه تاخدي بالك منه. عندك حاجات كتير للبيض، ما بتاكلش كتير زي الفراخ الساسو. الفراخ الساسو بتاكل برضه وبتصرف كتير، فاحنا بنربيها علشان ناخد منها لحم، ولحم حلو زي البلدي بالظبط. وكده كده طالما احنا ما بنستخدمش ادويه، والله بيبقى طعمهم عامل زي البلدي بالظبط، لان الادويه بتبوظ طعم الفراخ خالص، وبتخلي يعني الريحه بتاعتها مش حلوه. صدقيني لو جربت الفراخ اللي بتتربى بالخلطات الطبيعيه وبالاعشاب مش هتبطلي تعملي كده. لكن لو اللي هي الادويه بتغير طعم الفراخ، وبتخلي الفراخ معبيه ميه. الفرخ ما بيبقاش مثلا 2 كيلو، هم ال 2 كيلو، لا ال 2 كيلو دول فيهم يعتبر نص كيلو ميه من الادويه ومن الهرمونات اللي بيبقوا يدوها لهم وتعبئه الميه في جسمهم. لكن احنا بنربي لبيتنا ولاولادنا. حتى يا ستي لو بتربي للبياعه، يا ستي اللي ياخد منك فرخه يدعي لك، ياكل حاجه نظيفه يحس بطعمها يدعي لك. ما شاء الله ما شاء الله. دي كانت وصفة النهاردة، أقوى 3 مكونات يا جماعة لرفع الوزن، وأقوى 3 مكونات لرفع المناعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.